الزوج ده بيعامل مراته معاملة وحشة جدا. الزوجة قاعدة في الأرض بتغسل رجل حماتها، وحماتها بتزعق فيها وبتقول لها المية ساقعة، انت مش بتحسي؟ قام زوجها زعق فيها وقال لها قومي سخني مية لأمي واغسلي رجليها كويس، لو ما غسلتيش رجليها كويس أنا هيبقى ليا تصرف تاني معاكي. في الوقت ده أخوها كان جاي يزورها، شاف اللي حصل مع أخته، اتعصب جدا. فجأة اتهجم على جوز أخته وكان عاوز يضربه الحما، وقالت له انت هتضرب ابني؟ ده احنا كويس ان احنا متحملين اختك لها 10 سنين معانا ما بتخلفش. فرد الاخ قال لها هو ده ذنبها انها ما خلفتش؟ على العموم اختي انا هاخدها معايا. زوجته قالت له تاخدها معاك فين؟ دي ما تقعدش عندي يوم واحد، ولو انت اصريت انها تعيش معانا في بيتنا انا هطلب الطلاق. قال له زوجته بكره تكون عندك ورقه الطلاق. فزوجها قال لها لو مشيتي مع اخوكي مش هتدخلي بيتي تاني. قال له انا لا يمكن هخلي اختي تعيش معاك يوم واحد. يا ترى اخوكي بيحبك ويخاف عليكي ومستعد يضحي بحياته زي الاخ ده؟